في دور إيغونانة بإحدى الفرعيات التابعة لمدرسة عبد الله بن ياسين تعرضت الأستاذة سناء لاعتداء في فصلها الدراسي أمام أنظار التلاميذ. واحد الاب كيدخل عندي للقسم بلا مقدمه تبدا كيسبني وما خلى ما قال، يعني الهضره اللي ما يمكنش نسمعها، اللي تستحي الودن تسمعها قالها ليا. من بعد منين زاد فيه بزاف قلت لي خصك تخرج من هنا والا غادي نستدعي الجندرميه السلطات المحليه. هي قلت لي هاد الهضره وهو يصرفقني، ومنين صرفقني شديت فيه وقلت للتلاميذ غتمشيو تجريو تعيطوا على والديكم. بقى كيجرني تمايا، ضربني مع الحيط وهزني داني حتى لعندك الحجر، قال لي غنلوحك من هنا ونتهنى منك. هذاك التلميذ هو اللي جرني من شعري وعاوني حتى طلعت. المعلمه دات صويو كزا افغن دوغني. كانت المعلمة تصرخ، ثم شاهدتها رفقة ذلك الرجل في اشتباك بالأيدي. تدخلت حينها لفك الاشتباك. بعدها أغمي على الأستاذة مباشرة. تحدثت للرجل إثرها فقال إن السبب هو ضرب أبنائه التلاميذ بالمدرسة. بمجرد انتهائنا من تسجيل تصريح الأستاذة جاءتها حالة انفعال شديدة تأتيها حسب زوجها كلما تذكرت الواقعة. منحت إثرها شهادة طبية تثبت عجزها لشهر كامل. العنف شديد اثناء مزاولتها مهامها وامام الانظار ديال التلاميذ ديالها، وحنا هذا الشيء كنستنكروه بشده كاطر تربويه ديال جماعه ديال التلوات، وكنقولوا بان هذا العنف هذا اللي صدر في حق الاستاذه وممكن صدر في حق اساتذه اخرين، هذا راه حاله شاده. قدمنا شكايه لدى وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بورزازات، وغادي باش ننصبوا محامي باش نكونوا كطرف مدني لمتابعه هاد الاشخاص. تم اعتقال المتهم بالاعتداء قصد تقديمه للقضاء الأسبوع المقبل، في وقت نظمت فيه مجموعة من الأطر التربوية وأولياء التلاميذ وقفة تضامنية مع الأستاذة التي قضت أزيد من 10 سنوات بهذه القرية.